أو بناء على التصنيف التفاضلي الخاص بالفيفا. المنتخب المغرب سيكون موجود على رأس اللاعب وأسطورة كرة القدم المغربية مصطفى حاجي، وهو المنتخب المضيف المنتخب المغربي، ويذهب إلى المكان الأول من المجموعة الأولى. إذا المنتخب المغربي يحتل أو يتبوى صدارة المنتخبات الأفريقية من حيث الترتيب التفاضلي. أشرف حكيمي وزملائه سيكونون مرشحون للفوز بحكم تألقهم في الدوريات التي ينشطون فيها. جوزيف، سوف نبدأ بك أنت لكي المنتخب المغربي صاحب المكان الأول في المجموعة الأولى يقابل الفريق المسحوب والذي سيذهب إلى المكان الرابع. جزر القمر. إذا منتخب القمر استطاع أن يحدث المفاجأة ويخوض المباراة الأولى في 21 من شهر ديسمبر من عام 2025 ضد المنتخب المغربي بالتواجد للمرة الثانية على التوالي في فعاليات كأس أفريقيا لعام 2025. سنذهب الآن سنتعرف الآن في كالآتي: المنتخب الجابوني، الأنغولي، الزامبي، الأوغندي، غينيا الاستوائية ومنتخب البنين. إذا سوف نتعرف عن المنتخبات التي سوف تحتل المكان الثالث من كل مجموعة. المنتخب الزامبي، المنتخب الزامبي الذي فاز بنسخة عام 2012 ولديه 19 مشاركة في نسخ كأس أفريقيا، يذهب إلى المكان الثالث كأس أفريقيا ووصل إلى ربع نهائي عام 1996 و 2012. يتموقع في المكان الثالث من المجموعة السادسة. سيروني المالي، التونسي، جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنتخب البوركيني. سيرج، سوف تقرر أنت مصير منتخبات الوعاء الثاني التي ستذهب إلى المكان الثاني من كل مجموعة. مالي، المنتخب المالي، المنتخب المالي صاحب أحسن خط دفاع في الأدوار التأهيلية، والمنتخب المالي يشارك للمرة 14 أو 14 مشاركة، وصيف نسخة 1972. المجموعة السادسة منتخب الكاميرون فاز ب5 ألقاب في نسخ كأس أفريقيا، آخرها كان عام 2017. سيتواجد السنغالي، المصري، الجزائري، النيجيري ومنتخب كوت ديفوار. هذه المنتخبات الخمس صحبة المنتخب المغربي لديه أحسن ترتيب تفاضلي حسب ترتيب الفيفا مثل ما قلنا، وهذا ما يفسر تواجدها في المستوى الأول أو الوعاء الأول. كل منتخب يصحب سيحتل المكان الأول من كل مجموعة. المنتخب المصري. إذن صاحب المنتخب المصري وصاحب الرقم القياسي، فاز ب7 ألقاب نسخة 1957 59 86 98 2006 2008 و2010. المنتخب المصري يذهب إلى المكان الأول من المجموعة الثانية. المنتخب النيجيري،
الحاصل على 3 ألقاب. منتخب النيجيري 21 مشاركة، فاز بنسخة 1980 1994 و2003 وخاض النهائي عام 2004 ضد المنتخب التونسي. يلتحق بالمجموعة الثالثة التي تضم المنتخب التونسي والأوغندي والتنزاني. المنتخب السنغالي، المنتخب السنغالي تحت أمرة المدرب سيسي، والمنتخب السنغالي حصل على اللقب الأول في عام 2021 18 مشاركة ولديه خيرة اللاعبين الأفارقة. سيلتحق بالمجموعة الرابعة التي تضم جمهورية كونغو الديمقراطية، منتخب البنين والمنتخب البوتسواني. المنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري والمنتخب الجزائري يتموقع في المجموعة الخامسة، علما وأن المنتخب الجزائري فاز بنسختين، نسخة عام 1990 وعام 2019. الفريق أو المنتخب الأخير من الوعاء الأول الذي سيذهب إلى المكان الأول من المجموعة السادسة هو منتخب الكوت ديفوار المتوج بآخر نسخة من كؤوس أفريقيا. سيرج أوري كان جزء لا يتجزأ من النسخة الأخيرة، المنتخب الذي فاز بالنسخة الأخيرة ويذهب إلى المكان الأول من المجموعة السادسة صاحب المنتخب الكاميرون ومنتخب الغابون ومنتخب الموزمبيق. لنتأمل في مكونات المجموعات الستة. في المجموعة الأولى منتخب المغربي، المالي، الزامبي وجزر القمر. في المجموعة الثانية المنتخب المصري، المنتخب جنوب أفريقيا، أنغولا وزيمبابوي. في المجموعة الثالثة المنتخب النيجيري، التونسي، الأوغندي والتنزاني. في المجموعة الرابعة المنتخب السنغالي، جمهورية كونغو الديمقراطية، المنتخب بنين ومنتخب بوتسوانا. المجموعة الخامسة الجزائر، المنتخب البوركيني، غينيا الاستوائية، السودان. وفي المجموعة السادسة الكوت ديفوار، الكاميرون، الغابون ومنتخب الموزمبيق. لنتأمل في مكونات المجموعات الستة. في المجموعة الأولى منتخب المغربي، المالي، الزامبي وجزر القمر. في المجموعة الثانية المنتخب المصري، المنتخب جنوب أفريقيا، أنغولا وزيمبابوي. في المجموعة الثالثة المنتخب النيجيري، التونسي، الأوغندي والتنزاني. في المجموعة الرابعة المنتخب السنغالي، جمهورية كونغو الديمقراطية، المنتخب بنين ومنتخب بوتسوانا. المجموعة الخامسة الجزائر، المنتخب البوركيني، غينيا الاستوائية، السودان. وفي المجموعة السادسة الكوت ديفوار، الكاميرون، الغابون ومنتخب الموزمبيق.